السلام عليكم، وايه الاخبار يا جماعه؟ يا رب تكونوا بخير. ده الريلمي سي 71 الموبايل الاقتصادي الجديد عندنا هنا من ريلمي في السوق المصري بسعر 6600 جنيه للنسخه الاربعه مع 128 و7600 جنيه للنسخه 8 128. بجرب الموبايل الفتره اللي فاتت دي وخدت معاه تجربه تعتبر جميله، على اعتبار طبعا انه موبايل اقتصادي. هنتكلم عن كل حاجه خاصه بالموبايل ده ان شاء الله، وهفصص لك الموبايل في كل حاجه، وكمان هنحط في الاعتبار الموبايل اللي يعتبر متشابه معاه في حاجات كتير ولكن بسعر ارخص، وهو الريدمي اي 5 من شاومي. كنت عملت عنه مراجعه تقدر طبعا تشوفها من الاي اللي هتظهر لك هنا او هنا. المهم بقى عشان ما اطولش وقت الفيديو عليك اكتر من كده، يلا ندخل في الموضوع على طول. ولكن بقى اتمنى انك تدعمني بلايك، ويا ريت كمان تشترك عندي هنا في القناه لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب. ويلا كالعاده اول حاجه هنتكلم عليها وهي التصميم اللي بيقدمه الريلمي سي 71 ما يعتبرش فيه حاجه ثوريه يعني عن اي موبايل في الفئه الاقتصاديه، ويعتبر متشابه بنسبه كبيره مع الموبايلات اللي جايه من ريلمي برضو، اللي هم الريلمي سي 75 والريلمي سي 75 اكس. موبايل طبعا كما هو متوقع جاي الظهر والفريم بتاعه من البلاستيك، والنسخه اللي معايا ديت جايه بمزيج من الالوان كده زي ما انتم شايفين، تعمل انعكاسات كده مع الضوء، تحس ان هي اخضر شويه اسود شويه، ولكن عليها نقشه كده على ظهر الموبايل بتخلي شكله لطيف بصراحه. الكاميرات كمان بتيجي في اعلى ظهر الموبايل ناحيه الشمال، البروز بتاعها ممتاز جدا، وعندك في الموبايل من اسفل كمان فتحه 3.5 مللي منفذ الشحن عن طريق تايب سي بالاضافه للسماعات الخارجيه. اما من قدام بقى الموبايل جايب الشاشه الكامله، الحواف السفليه بتاعتها تعتبر كبيره زي ما انتم شايفين، دي حاجه متوقعه على اعتبار انه موبايل اقتصادي. كمان هو جاي هنا بخرم من خلال الشاشه اللي بتيجي فيه كاميرا السيلفي، ودي حاجه تعتبر جيده بالمقارنه طبعا بالريدمي اي 5 اللي جه من شاومي واللي كان بيجي بنوتش، ودي حاجه بتعجبني انا بشكل شخصي. فاللي اقدر اقول لك عليه ان تصميم الموبايل كويس، ما عنديش تعليقات سلبيه عليه، وكمان الوزن بتاعه كويس في حدود 190 195 جرام ومتوزع كويس على الموبايل، والموبايل مسكته في الايد مريحه، ما عنديش تعليقات سلبيه على النقطه دي. ولكن طبعا نقطه التصميم هنا بيتفوق فيها الريلمي سي 71 بسبب شكل الشاشه من قدام على شاشه الريدمي اي 5. الحاجه اللي بعد كده بقى واللي تعتبر متشابهه بنسبه كبيره جدا مع الموبايل الثاني بتاع شاومي اللي هو ريدمي اي 5، وهي المواصفات اللي بيقدمها الموبايل هنا. الموبايل هنا جاي بمعالج من يونيسوك اللي هو التي 7250 12 نانومتر، بالاضافه انه زي ما قلت لك بيتوفر بنسختين ب 4 و8 جيجا رام مع ذاكره داخليه 128 جيجا. كمان هنا الموبايل نازل باندرويد 15 مع الاصدار الاخير من واجهه ريدمي. اللي اقدر اقول لك عليه في وجود المعالج دوت وفي وجود السوفت وير اللي بيعجبني انا بشكل شخصي اللي بتقدمه ريلمي على موبايلاتها، فاقدر اقول لك انك هتاخد تجربه تعتبر جيده او مرضيه بنسبه كبيره جدا بالنسبه للاستخدامات اليوميه العاديه اللي كلنا بنعملها. فتح مواقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، وانت بتتفرج على المحتوى، بتعمل مكالماتك، بتلعب الالعاب الاعتياديه اللي احنا معظمنا بنلعبها، فانت هتاخد مع الموبايل ده تجربه هتعجبك بشكل كبير جدا. ودي نقطه من وجهه نظري بتتفوق فيها موبايلات ريلمي عن موبايلات شاومي بسبب السوفت وير اللي بتقدمه ريلمي هنا على موبايلاتها. نفس الكلام تقدر تقوله على الموبايل في تجربه الالعاب هنا، فهيلعب لك الموبايل هنا العاب زي بابجي، كول اوف ديوتي، اسفلت 9، ولكن طبعا انت لازم تحط في اعتبارك ان الموبايل مش هيقدم لك اداء استثنائي يعني في الالعاب اللي احنا ذكرناها دي، ولو انت طبعا بتطمح لاداء افضل من كده فانت بتروح لموبايلات ثانيه وبالتالي لفئات سعريه مختلفه. الخلاصه يعني في نقطه الاداء ديت ان الموبايل هيديك اداء هيكون مرضي جدا بالنسبه لك في طبيعه الاستخدام العاديه اللي انا ذكرتها لك دي، وبساعد في كده المعالج كمان السوفت وير بتاع ريلمي زي ما قلت لك، وبالتاكيد الريفريش ريت اللي بتقدمه شاشه الموبايل، وده اللي هياخدنا للنقطه الجايه وهي الكلام عن الشاشه. الموبايل هنا جاي بشاشه نوعيه اي بي اس ال سي دي، حجمها اقل حاجه بسيطه من 6.7 بوصه، بدقه اتش دي بلس، وبريفريش ريت بيوصل لحد 120 هرتز، بدرجه سطوع بتوصل لحد 450 نتس. اللي اقدر اقول لك عليه بخصوص الشاشه اللي موجوده على الريلمي سي 71 وكمان اللي موجوده على الريدمي اي 5 يعتبروا شبه بعض بنسبه كبيره، مفيش فرق حقيقي ممكن يكون بين الشاشه ديت والشاشه الثانيه، غير ان ديت جايه بالبانش هول اللي بيجي فيه كاميرا السيلفي، اما الثانيه كانت جايه بنوتش. الخلاصه يعني ان الشاشه ديت هتديك تجربه تعتبر مقبوله او فوق المقبوله كمان بالنسبه لاستخدامها تحت اشعه الشمس وفي ضوء النهار، فما تنتظرش منها اداء استثنائي من نقطه سطوعها تحت اشعه الشمس تحديدا. هتاخد معاها كمان تجربه تقدر تقول عليها ان هي جيده بالنسبه لمشاهده المحتوى بسبب حجمها العملاق هنا، فانت هتاخد تجربه جميله مش هتزعجك وهتقدم لك تجربه هتفي بالغرض بنسبه كبيره معاك. طيب لحد دلوقتي اتكلمنا عن التصميم، المواصفات، الشاشه، واعتقد ان هو زي ما قلت لك بيديك تجربه تعتبر مرضيه في كل حاجه. ايه اخبار بقى الكاميرات اللي بيقدمها الموبايل؟ الموبايل هنا لازال جاي بالكاميرا الرئيسيه بتيجي بدقه 50 ميجا بكسل، بالاضافه للكاميرا الاماميه كمان اللي جايه بدقه 5 ميجا بكسل. بالنسبه لنتائج الصور
الصور اللي انا خدتها من الريلمي سي 71 اللي اقدر اقول لك عليه في نقطه الكاميرات ديت ان طول ما انت بتصور في اضاءات كويسه وتحديدا في ضوء النهار المباشر فانت هتاخد نتائج هتعجبك بشكل كبير جدا. تقدر تقول برضو ان نفس الكلام هنا بالنسبه لكاميرا الموبايل الاماميه، هتاخد نتائج هتعجبك بشكل كبير جدا، ولكن برضو دايما حاول انك تصور في اضاءات كويسه في ضوء النهار المباشر زي ما قلت لك كده على الكاميرا الرئيسيه، فالنتائج اللي هتطلع منها هترضيك بنسبه كبيره جدا. طيب البطاريه بقى بتاعه الموبايل، ودي حاجه من الحاجات القويه فيه، هو جاي هنا بطاريه قوتها 6000 ملي امبير، طبعا شاحن سريع لحد 45 واط ودي حاجه ممتازه. طبعا عندك الريدمي اي 5 كان جايب بطاريه 5200 ملي امبير تقريبا وبتدعم شاحن لحد 15 واط، فدي نقطه تفوق هنا لصالح الريلمي سي 71. اداء البطاريه بصراحه معايا كانت جيده، بالرغم هنا ان المعالج مش موفر للطاقه اطلاقا، الا ان انا ما حسيتش ان البطاريه من الحاجات اللي فيها مشاكل ولا حاجه، دايما كانت بتكمل معايا اليوم ما فيهاش مشاكل. اخيرا بقى الحاجات العمليه اللي احنا معتادينها من موبايلات ريلمي ودي بتعجبني بشكل شخصي بصراحه بالنسبه للشبكات، سواء شبكه الاتصال شبكه الواي فاي زي مثلا سماعه المكالمات السماعه الرئيسيه الاتصالات عليه والحاجات اللي بشكل ده كده، فانا ما واجهتش اي مشكله متعلقه باي حاجه من الجزئيات ديت على الموبايل، ودي حاجه احنا معتادينها مع موبايلات ريلمي. طيب اخيرا بقى سعر الموبايل والحكم عليه، وهل انصحك بشرائه ولا لا، وهل تشتريه ولا تشتري الريدمي اي 5. موبايل سعره وقت تصوير الفيديو بيبدا من اول 6600 جنيه بيوصل معاك لحد 7600 جنيه، طبعا ده بيخليه اغلى في حدود 1600 جنيه لحد 2000 جنيه على حسب النسخه اللي هتشتريها من ريلمي، سواء النسخه اللي ب4 او ب8 جيجا رام. كمان هنا الموبايل بيتفوق طبعا عن موبايل شاومي ان تصميم الشاشه، ودي حاجه شخصيه بالنسبه لي بتتفوق فيها عن الموبايل ريدمي اي 5 من شاومي. الحاجه الثانيه البطاريه بتاعته قوتها 6000 ملي امبير اقوى من اللي عليها على شاومي، ده الشاحن بتاعه شاحن سريع بيجي طبعا موجود في علبه الموبايل 45 واط، الموبايل الثاني جاي بشاحن 15 واط. حاجه بقى ثانيه دي تعتبر لازم تحطها في اعتبارك وانت بتشتري، ان السوفت وير بتاع ريلمي هنا يعتبر منضبط جدا مفيش فيه مشاكل، بعكس السوفت وير بتاع شاومي اللي على الاجهزه الاقتصاديه وخاصه اللي بتيجي ب4 جيجا رام دايما بيكون في بعض المشاكل كده. ولكن برضو انت لازم تحط في اعتبارك ان الموبايل الثاني قد يصل الفرق بينه وبين ده لحد 2000 جنيه. انا كده وضحت لك كل حاجه، القرار ليك في النهايه، اشتري الموبايل اللي انت شايفه يتناسب مع ظروفك. وبس كده اتمنى اكون وضحت كل حاجه خاصه بالريلمي سي 71. ما تنساش بقى لو عجبك الفيديو تعمل لايك للفيديو، ويا ريت كمان تشترك عندي هنا في القناه لو انت اول مره تشوفني على اليوتيوب. اشوفكم بقى فيديوهات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله. سلام.